ازيكم عاملين ايه؟ يوم جديد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. النهارده طبعا كان اول يوم مدرسة لمعظم ولادنا، والحقيقة طبعا كلنا كنا قلقانين الصبح، خصوصا للي لسه داخلين المدرسة، يعني اول مرة اللي هم كي جي 1 يعني. كلنا قلقانين بقى اولادنا هيتقبلوا المدرسة ازاي، عالم جديد عليهم. فطبيعي في ميعاد الخروج بتاعهم يعني بنروح نجيبهم. الحقيقة الموقف ده حصل قدامي وأنا مستاءة منه جدا. أولا، الأمهات كانوا مش راضيين حتى إن المدرسة تنظم دخول أولياء الأمور عشان يجيبوا أولادهم، و... وكل أم بتتسابق إنها تخش الأول، يعني مع إن كلنا هندخل في الأول وفي الآخر يعني. فحصلت مشادة بين اتنين من الأمهات، و... والحقيقة يعني إن هما اتخانقوا وضربوا بعض. الكلام ده كله حصل قدام باب المدرسة، قدام الولاد الصغيرين اللي هم اصلا مخضوضين ان هم دخلوا يعني عالم تاني بعيدا عن ماما بقى وكده. مش دي بس الأزمة ان كانت كل واحدة فيهم بتتسابق ازاي تجيب التانية من شعرها، وكان فيهم واحدة منتقبة والتانية محجبة يعني. دي مصممة تقلع دي النقاب، ودي مصممة تقلع دي الطرحة. والصراحة الاتنين ما شافوش اي ادب. انا ساعتها كنت واقفة، وكتير جدا من الامهات كانوا واقفين. كنا مستغربين ان ازاي دول امهات. طب امال ولادهم عاملين ازاي؟ ازاي هيربوا ولادهم لما هم اصلا بالسلوك ده؟ ما هو كل ام دورها دايما بيبقى ان احنا نربي ولادنا ونعلمهم. وكنت طلعت في فيديو قبل كده واتكلمت طبعا مع المامز قبل كده في ان احنا نوعي ولادنا ان هم يحبوا بعض ويحترموا بعض، وبلاش يكون في عنف. لما احنا بنعلم، المفروض نعلم ولادنا كده. الامهات بقى اللي جابوا بعض من شعورهم ده، غير طبعا كمية الالفاظ اللي تلفظوا بيها على بعض وضربوا بعض. يعني كانت خناقة والله، يعني لو اتنين رجالة ما اعتقدش برضو ان هم يعني هتبقى بالطريقة دي، على سبب تافه طبعا ان مين يدخل قبل مين. فكان سبب ما يستدعاش كل البهدلة والإهانة. يعني منظرهم ايه قدام ولادهم، او كل الامهات اللي واقفة، او الاطفال اللي واقفة، او ادارة المدرسة نفسها اللي كانت واقفة مستاءة من اللي بيحصل. طبعا في ناس هتقولي طب انتي ما حاولتيش تحوشي؟ صراحة انا ما حاولتش احوش ولا فكرت لسببين. اول سبب، انا كان كل تركيزي ان انا طبعا ادخل اجيب بنتي الصغيرة لانها اول سنة، وانا اكيد كان بالي مشغول عليها. الحاجة التانية بقى انه الامهات يعني الامهات اللي كانوا بيتخانقوا ضاربين بعض، السلوك بتاعهم بصراحة يعني خلى الكل رافض ان هو يتدخل. يعني ان هم ضربوا بعض ومدوا ايدهم على بعض وقلعوا لبعض طرحهم بصراحة كانت حاجة يعني مهزلة. و... وما اتمناهاش بجد يا رب ان انا اشوفها تاني، لان المفروض ان احنا نكون قدوة لاولادنا. انا ما ينفعش اربي ابني على الادب وانا اصلا يعني بعمل عكس اللي انا بقوله له. تخيلوا كده معايا مثلا ان ابن الام دي او بنتها عملوا مشكلة مع احد الاطفال يعني، وجينا نتناقش معاهم. هل تفتكروا ان دول امهات سوية انها تحل مشاكل ولادها؟ اذا ما عرفوش يحلوا مشكلتهم، اذا اصلا ما عرفوش يتحكموا في انفعالاتهم، ان احنا مش هقول قدام مدرسة وفي اطفال، لا احنا في الشارع، يعني ده شارع. هل من الصح انه يحصل كده ما بين البنات والستات؟ يعني انا يعني كان في رجاله كتيره واقفه بصراحه وما عملوش كده. مش بقول طبعا ان الرجاله منظمه وكلا، ما كانوش منظمين ولا حاجه، بس الى انهم كانوا متحكمين في انفعالاتهم. ايه السبب اللي يخليكي تجيبي ام او واحده من شعرها ويعني والعكس؟ يعني
صراحة كان نفسي أطلع كده بموضوع لطيف بما إننا أول يوم ونحكي كده مواقف ولادنا أول يوم، ولكن أول يوم كان مواقف الأمهات وخناقة المامز اللي بدأوها بدري يعني على غير العادة. الواحد كان متوقع إن هم هيأخروا الكلام ده، لأ هم بسم الله ما شاء الله عليهم بدأوا بدري. بس خلينا بقى نقول الجانب الإيجابي إن الحمد لله أول يوم مدرسة بالنسبة لولادنا عدى على خير، وكان يوم سعيد عليهم. والمدرسة طبعا قدرت إنها توفر لهم جو كويس وبيئة حلوة إن هم ما يبقوش مخضوضين لأن دي أول سنة ليهم. فالحمد لله عدت على خير، يا رب عقبال باقي الأيام وعقبال السنة كلها. أشوفكم في يوم جديد سعيد عليكم يا رب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تعليقات حلوة كتير. أشوفكم على خير.